قبل ما نبدأ صلي على النبي. وقصتنا النهاردة عن شاب فقير بيتعاون مع صاحبه الغني علشان يساعده للوصول لشركة أهله ويتغلب عليهم، بس بيقع في حب حبيبته. فيا ترى يعملوا إيه ويحققوا هدفهم ولا لأ؟ ده اللي نعرفه. بس لأول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، ويلا نبدأ. الجزء بيبدأ مع إنهيه اللي قرر يروح لمكان إقامة الهاكر كيم اللي بيواجهه في إن هو اللي اخترع كل حاجة، وكان بيساعد هنا وبيعرفه عن هويته وإنه هربان من كوريا الشمالية أساسا، وبيعرفه إنه لقى روي وبيفكر في قتله مرة تانية. والحقيقة إن صاحبه بيروح بيحاول قتله وبيستغرب في إنه خانه عشان تتبع المال وتخلى عنه، وهنا بيجيله فون وبيتصدم. فالأخبار بتنتشر عن إن هان هرب من السجن، ونوم بتتصدم لما بتشوف ده. والحقيقة إن جون بيروح للشخص ده اللي كان عاوز يموت هان وبيتأسف لإنه اختفى، وبيديله مال عشان ما يعرفش اي حد باللي كانوا عايزين يعملوه. فانا نقوم بتروح لكيم اللي بيكون مش بيرد عليها هو متابعها اساسا، وصاحبه ده بيفضل موجود ومدوده بالسلاح لغايه ما نقوم بتقرر انها تمشي وبتكون محتاره. بس في رقم بيرن عليها واللي بتكون امها وعايزه منها المال وبتزعق فيها عشان هي بتآمر وبتعرف مكانها، بل ان صاحبه ده بيعرفه ان هرب من السجن وبيهدده انه يلاقيه وبيهدده بالسلاح، رغم ان كيم بيواجهه في انه ازاي يعمل فيه كده وبياخد منه السلاح وبيكون مش هيقتله بس هيقسم معاه المال اللي اخده من كان غينهي وعاوز يفكر في اللي هيعملوه سوا. فهنا هجوم بتكون قاعده ومش عارفه تعمل ايه بعد ما هرب هان، واللي بتتصل بمساعدها وعايزاه يلاقيه، في حين ان كيم بيكون عاوز يوصل له وانه بتخاف فين. فهنا سيونغ جو وسيوك بيتكلموا على هان انه يفضل عايش حياه الهارب وانها مش ناويه تدخل في خلاف مع جونغمو، وده اللي بيكون رافضه علشان انهي بتقرب من جونغمو وناوي يستولى على كل حاجه موجوده، ولو فضل كده من غير تمويل فكل حاجه تنتهي معاه، خصوصا بعد انضمام ناول للمؤسسه الفنيه وعايزه تساعده عشان تستعيد منصبها من جديد. بس بترفض عشان هي كانت بتشتغل من غير ما حد يعرف، وهتشوف الناس المؤيدين لها الاول عشان تعرف تواجه جونغمو. فبنروح لمنون اللي بتكون مستنياها وبتكون بتاخد المال من انهي كمان، بس ان هي بتيجي وبتعرف انها جت وتديها المال بالفعل، واللي بتفرح جدا بيه. وبتكون امها دي ست بجحه ومستغربه انها بتيجي بسهوله، بس انها بتعرفها انها تلاقي شخص يلاقي لها هاربين وهتدفع لها الضعف لو لقيته لبكره. وطبعا ماما بتصدق وبتمشي وبتشك ان في حاجه مش تمام. فبنروح لانهي اللي بيروح المكتب وبيلاقي امها يوم بترن عليه وبتعرف ان وين جت لها وبتدور على شخص للناس المفقوده، وده بحجه انها مش عايزاها تعمل مشاكل اساسا. والحين لما انها بيعرف بيروح يتابعها ومتضايق منها جدا. فهنا هم بيفتكر نفسه وقت ما كان معاه السكينه وبيفتكر كل اللي حصل، وبيقوم بيلاقي كل حاجه حوالين منه وموت اونجو وكمان البنت اللي معاه، وفي شخص بيقتلها وبيكون مصدوم جدا ومتابع الشخص القاتل اللي بيروح يتاكد من موتهم. وفي النهايه بيروح لهان تايقو واللي بيكون هو انهي في النهايه، اللي انا بيفوق في البيت ده وبيعرف ان انهي هو اللي كان هناك، وبكده هو اللي قتل اخوه عشيقته. والحين جونغمو بيكون هو اللي عارف يهرب من السجن واخفائه في الشركه، وبيساله في ان ايه اللي حصل بالظبط، وبيكون انه مجرد هارب، وبيعرفوا انه لولا كان زمانه ميت علشان كان في شخص امر بقتله، وانه لازم يركز على كل حاجه علشان هو دور على جون وعرف ان هو السبب في كل اللي بيحصل ده، وشاف تعاونه مع انه بيتضايق. فجونغمو بيكون خلاه عاش رغم انه قتل ابنه، بس سام بينكر ده، وده بيخلي جونغمو يعرفه ان انهي كان هناك برضه وبيتصدموا جدا. فبيعدي اليوم مع ناون اللي بتكون مستنيه فون من امها علشان تجيب الشخص اللي بيدور على هان، وبالفعل بترن عليها وبيتفقوا على المقابله، وبيجي وراه صوره هان اللي بتدور عليه، بس بيقرر يخدرها على طول وبياخد فونها كمان وبيرميها على طول وبيتخلص منه، وده كله بسبب امها اللي اخيرا بتكسب وبتفرح. فهنا ناون بتفوق وبتلاقي نفسها متكتفه، وبتلاقي ان انهي اللي عمل كده، وبتكون عايزه تعرف هو على اتصال مع امها من امتى، بس بيعرف انها بتدور على هان وشايف انها مجنونه، بس بتكون متاكده انه ما هربش واكيد حصل له حاجه، وبتوقف انها بتحب هان ولسه ساكن لغايه دلوقتي وانها مش طايقه اصلا. والحال انهم خذلوا بعضهم وده بيعصب انهي وبيواجهها في انها خدعته ومش هيسامحها ابدا، وبيتاسف لها اللي هيعملوا فيها وبيمشي وبيخلوهم يكتفوها. فبنروح لهان اللي بيكون بيتعالج وجونغمو بيهتم بيه وجايب له دكتور كمان عشان يفحصه، بس هنا انهي بيكون راح للشخص ده عشان يتقابل معاه. فالدكتور بيخلص وبيروح يعرف جونغمو انه هيمشي، في حين ان هان بيروح له وعاوز يعرف انه ليه بيساعده علشان هو اللي جاب انهي ليه واكيد مش هيساعده عشان يتخلص من انهي. فده بيأكده وبيعرفوا ان عنده ناس تقوم بالمهمه دي، خصوصا ان انهي لو اتحالف مع بارك فيعملوا على تقسيم كانغو، وبيعرفوا ان دي خطته علشان انهي يسيطر على كانغو، وده بيخلي جونغمو يعرفه في انه يرجع كل حاجه زي ما هي ويخرج انهي منها، وقتها ويساعده ويرجع له كل حاجه هو محتاجها. فهنا بارك بيعرف انهي في انه لازم يعرف الكل باللي يعملوه في كانغو، وده اللي بيشوفه وشك كان مفكره مجنون لما جاله لاول مره واتكلم عن تقسيم كانغو، وبيفتكر وقت ما قابله وكان عاوز منه يكون هو رئيس كانغو ولازم يساعده، بس هو ما كانش مصدقه علشان هو اسم بس مش مرتبط بالعيله.
ومن هنا بيقرر انه يقسم كانغو وان ايمو ساعده عمل حاجات كتيره غلط وبيهدده علشان لازم يساعد على الوصول لرئاسه كانغو، وان هان هو اللي كان هيعمل ده بس دلوقتي مبقاش موجود، وبيقسموا الممتلكات اللي هيكونوا بينهم ويغير اسمها كمان زي ما هو عايز، وبيتفقوا على ده بالفعل. فهنا هان بيروح يفكر هيعمل ايه عشان يتجنب خطته، وبيقرر يرن على مون اللي بيكون فونها مغلق، وهو طبعا لسه ما يعرفش اللي حصل معاها، والحنه بتكون متكتفه في السرير ونايمه وهي حزينه، وهان بيفضل قلقان كتير وبيخطط يعمل ايه بارك، وبيفتكر وقت ما اتقابل مع انهي لاول مره وقرروا ينفذوا خطتهم، وما كانش يتوقع ان هو اللي يغدر بيه رغم انه ساعده، وان لولا ما كانش هيبقى موجود اصلا، وان بيساعده بكل حاجه، ووقت ما واجهه هو في السجن فانه دمر خطتهم واللي ناوي يكملها علشان انا هيفضل طول عمره في السجن وبيقوم. فهنا ناوم بتفوق وبتلاقي انها في وشها رغم انها مش طايقاه، وقررت انها مش هتسامحه خالص، وبيكون عمل كده عشان تحس نفس الاحساس، وحتى لما بتعرف انها تقتله فهي كمان وقتها مش هيكون لها اي لازمه، لا وكمان مش هتخرج من هنا وهتكون ليه هو وبس، وهتكون خاصه بيه، ولو ما وافقتش فتفضل هنا لغايه ما تموت، وبالفعل بيقرر يطلعها وهي مش طايقاه خالص. فهنا جونغمو بيعرف هان باللي حصل لناون وانه كان محتجزه في مشفى الامراض النفسيه، وقرر في انه يسيبها عشان ياخد اموال المؤسسه، وكان ناقص ناون عشان يعرفوا ياخدوا كل حاجه وبلاش يسالوا كتير عشان لازم يشتغل. وبالفعل جونغمو بيسمع كلامه وبيكلم تشو، فهنا نهاية بيتكلم مع صاحب كيم اللي عاوز يوصل لهان واللي لسه بيدوروا عليه في كل مكان في كوريا، في حين ان ناون بتكون مع تشو وبتروح لجونغمو اللي بيعرفها انه عارف كل حاجه وعاوزه تنضم ليه مقابل انها تعمل كل اللي هي عايزاه من دلوقتي، واللي بيتابع ده وهان وبيرحب بعودتها من جديد. فهنا كان بيخترق كل حاجه وبيشوف كاميرات مراقبه السجن وبيشوف العربيه دي وبيبحث عن كل المعلومات وان العربيه دي اتغيرت ونقلوا فيها هان، وبياخد ارقام العربيه وبيحدد عنوانها كمان واللي بتكون هي ميلتون وجين المسؤول عنها. فناون بتروح البيت وهي تعبانه، ولما بتشوف انها بيحذرها في انها ما تعملش اي حاجه وكل حاجه هتكون كويسه بس بتمشي في النهايه. فبنروح لهان اللي بيعرف جونغ ان انها تخلص من بارك لما يوصل ولازم يسبقه ويتخلص منه الاول، وده عن طريق القسم الخاص بيه، ولازم يبدا يخلي بارك ده جنبه ويديله حاجات، وان شركه الطاقه لازم يتخلص منها، وعلى الرغم من ان بارك هياخد نص الممتلكات فجونغ هيفضل الملك الحقيقي وده مش هيتغير ويرجعهم تاني، وبيخليه مذهول وبيروح يفكر وبيكون في نفس المبنى مع انهي اللي فرحان بنفسه جدا. فبيشوف الدكتور ده وهو رايح وبيشك فيه بس بيكون بيطمن على هان واللي بقى طبيعي خلاص وبيشكره، بس ان انها بيوصل والدكتور بيتفاجئ وبيقع للدرجه اللي هان بيفوق بيشوف ان انها موجود وبتخفى، وجونغمون بيمشيه وبيروح مع الدكتور اللي بيكون عاوز يعرف منه وبيهدده في ان لو عرف حاجه فيدمره، وبيشك ان هان موجود بالفعل. وهنا الدكتور بيعرف جونغمون وبيعرف هان اللي بينصحه بالاجتماع مع بارك وينفذ خطته بسرعه وهو هيبقى تواصل معاه وبيمشي، وبالفعل بيروح يجتمع ببارك وبيتفقوا يعملوا ايه. فبيعدي الوقت مع اخبار كيم لانهي بمكان هان، وكمان هيجي بتعرف ان مع جونغ، وجونغ بيخلي بارك يقتنع بيه بالفعل، في حين ان انهي بيراسل ناون عشان يتقابلوا، وبالفعل هي بتروح تاخد مفتاح خاص وبتدي لها هان وبتمشي، وكمان بارك بيمشي بس نان بيكون رايح، وكمان هيجو رايح على ابوها اللي مش بتلاقيه موجود، ولما بتوصل بتلاقي ابوها في البانيو مغمى عليه وبتتصدم. فهان بيوصل وبتخيل اللي حصل وقت قتله، وبيشوف ان انجو كان بيسجل اللي حصل وكمان الفون اللي فيه دليل براءته موجود، واكتشف الحقيقه خلاص، والجزء بيخلص على هنا. سلام.